ليه لحد النهارده محدش قدر يقلب بناء الاهرامات؟ ازاي حضاره من الاف السنين تقدر تعمل بناء لحد النهارده ما نعرفش نفك رموزه ولا نقرر تصميمه؟ واللي هتشوفه النهارده مش نظريات مؤامره ولا خيال علمي، دي ادله ومفاجآت هتخليك تسال نفسك هو احنا فعلا عارفين حقيقه الاهرامات ولا كل اللي عرفناه كان غلط؟ وفي الفيديو ده هتكتشف الجانب اللي دايما بيستخبى ورا كلمه اسرار الفراعنه. لو بتحب الغموض والتاريخ يبقى لازم تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك باقي الحلقات اللي جاية اللي هتخليك تشوف الأهرامات بعين مختلفة تماما. والفيديو ده فيه معلومات ولقطات حصرية من قناة باشمهندس أحمد عدلي وبإذن مباشر منه، كل الشكر والتقدير ليه على المحتوى الرائع اللي بيقدمه. لما أي عالم بيقف قدام أهرامات الجيزة أول حاجة بتحصل إن هو بيفضل ساكت، وده مش عشان فاهم كل حاجة عنها، بالعكس لأنه مش قادر يجاوب على أبسط الأسئلة. ليه الأهرامات اتبنت بحجارة عملاقة؟ وإزاي تم رفع أحجار وزنها عشرات الأطنان لارتفاعات توصل لأكتر من 140 متر؟ إزاي الأنفاق والممرات اللي جواها محفورة باستقامة تكاد تكون مثالية؟ وعلى الرغم من آلاف النقوش والبرديات مفيش ولا بردية واحدة قالت لنا إزاي الأهرامات اتبنت. الرواية اللي معظم الكتب بتتكلم عنها بتقول إن الملك زوسر هو اللي بدأ فكرة بناء الأهرامات بالحجارة بدل الطين، والهرم المدرج في سقارة هو أول تجربة حقيقية للبناء الضخم بالحجر. وبعد 70 سنة بس من الهرم ده ظهر الهرم الأكبر، أضخم وأعقد بناء حجري في التاريخ كله. وأكبر مشكلة في الرواية الرسمية لبناء الأهرامات هي فكرة الطفرة، يعني إزاي بعد 70 سنة من الهرم المدرج يبنوا هرم زي هرم خوفو اللي ارتفاعه أكتر من 146 متر ووزنه ملايين الأطنان. يعني لو احنا بنتكلم بلغة النهاردة ده أشبه إنك في سنة 1850 كان عندك حصان وعربية خشب، وفجأة في سنة 1920 بقى عندك طيارة نفاثة. وقبل خوفو كان في ملك اسمه سنفرو، وده يعتبر الأب الروحي لهوس الأهرامات. الراجل ده ما بناش هرم واحد، لا ده بنى 3 أهرامات كبار. أشهر هرم فيهم هو هرم دهشور المعروف باسم الهرم المنحني، لأنه بيبدأ بزاوية وفي نص الطريق الزاوية دي بتتغير. والرواية الرسمية بتقول إنهم استخدموا أدوات بدائية زي الأزاميل النحاسية والخشب والحبال، بس هل الأدوات دي تكفي إنك تقطع حجر جرانيت وزنه 50 طن اللي بالمناسبة جابوه من أسوان، يعني على بعد حوالي 800 كيلو متر من الجيزة، وكمان تقدر تنقله وتشكله وتحطه في مكانه بالدقة دي؟ ولما العلماء حاولوا يعملوا نسخة مصغرة من تقطيع الحجر اكتشفوا ان النحاس بيتاكل بسرعة جدا قدام الجرانيت. فهل ممكن يكون في ادوات تانية احنا مش عارفين عنها حاجة، او تكنولوجيا اندثرت وموصلناش عنها اي دليل؟ بعد عصر خوفو وخفرع الأهرامات اللي اتبنت في العصور اللي بعدهم كانت أضعف وأبسط بمراحل كتير، لدرجة إن بعضها انهار أو بقى مجرد أكوام حجارة. يعني بدل ما نشوف تطور في تقنيات البناء شفنا تراجع غريب، وده يخلي ناس كتير تقول إن أهرامات الجيزة بالذات مش بس بداية الحضارة، لكن ممكن تكون نهاية عصر متقدم جدا قبل ما ينقطع أثره. وبالنسبة للهرم الأكبر فكل ضلع من أضلاعه الأربعة طوله تقريبا 230 متر بنسبة خطأ 2%، والفرق بين كل ضلع والتاني أقل من 5 سنتيمتر، يعني دقة أكبر من اللي ممكن تحققه في بعض المشاريع الحديثة. وواحدة من أعظم الحاجات اللي العلماء وقفوا قدامها مذهولين هي اتجاه الهرم. الهرم الأكبر متوجه ناحية الشمال الحقيقي بدرجة انحراف 1/20، يعني لو جبت منقلة صغيرة وقسمت الدرجة الصغيرة اللي فيها على 20 هو ده درجة انحراف الهرم. ونفس الاتجاهات دي مكررة في هرمي خفرع ومنقورع. والسؤال هنا ازاي ناس ما عندهاش أجهزة ليزر ولا GPS قدروا يعملوا حاجات بالدقة دي؟ عدد الأحجار اللي في الهرم حوالي 2.5 مليون حجر، ومتوسط وزن الحجر الواحد 2.6 طن، وبعضها بيوصل وزنها من 10 ل 15 طن. وكمان أحجار غرفة الملك اللي اتبنت كلها من الجرانيت الأحمر اللي جاي من أسوان على بعد مئات الكيلومترات. وسقف غرفة الملك عبارة عن 5 أحجار، وزن الحجر الواحد منهم بيوصل ل 70 طن، والغرفة دي لوحدها وزنها 1500 طن. والمشكلة إنها مش في الأرض، لا دي مبنية على ارتفاع حوالي 40 متر جوه جسم الهرم. والسؤال الطبيعي إزاي رفعوا الأحجار دي من غير أوناش أو معدات ضخمة؟ طب إحنا إزاي نعرف وزن حجر من أحجار الهرم من غير ما نوزنه؟ أول حاجة بنشوف مقاسات الحجر، طوله وعرضه وارتفاعه. مثلا لو طوله 2 متر وعرضه متر وارتفاعه متر بنضرب ال3 دولت في بعض، يعني 2 في 1 في 1 هيساوي 2 متر مكعب، ده كده حجم الحجر. بعد كده بنشوف الحجر ده مصنوع من ايه، يعني في حالة الهرم اغلب الاحجار من الحجر الجيري، والحجر الجيري كل متر مكعب منه وزنه حوالي 2.5 طن. يعني هنضرب الحجم اللي طلعناه من شوية في وزن كل متر مكعب هيطلع لنا وزن الحجر النهائي، يعني 2 في 2.5 بيساوي 5 طن. يبقى الحجر ده وزنه حوالي 5 طن من غير ما نلمسه حتى. وبنفس الطريقة دي العلماء قدروا يحسبوا وزن آلاف الأحجار اللي في الهرم،
ومنها قدروا يحددوا وزن الهرم الكلي. وقبل ما يبداوا يبنوا كان لازم يجهزوا ارضيه الهضبه اللي هيتبني عليها الهرم الاول، والارض دي اتساوت بالحجر الجيري واتغطت بطبقه رصيف حجريه بارتفاع 40 سنتيمتر، والمساحه اللي تم تسويتها بتعادل 13 فدان، يعني حوالي 8 ملاعب كره قدم. ازاي قدروا يظبطوا الارضيه بالدقه دي من غير ادوات قياس متقدمه زي اللي عندنا دلوقتي؟ وبالمناسبه المصريين القدماء ما كانوش لسه اكتشفوا الحديد في الوقت ده، فازاي قطعوا ملايين الاطنان من الحجر الجيري والجرانيت بزوايا تكاد تكون مثاليه؟ وفي بعض الاحجار المسافه بين الحجر والتاني اقل من 1 ملم. وواحده من اشهر النظريات اللي بتشرح بناء الهرم بتقول انهم استخدموا منحدر طويل عشان يسحبوا عليه الاحجار لحد مكانها النهائي. بس لو فكرنا عمليا، الهرم ارتفاعه حوالي 146 متر، يعني عشان تعمل منحدر بزاويه مقبوله للسحب محتاج طريق طوله اكتر من 1.5 كيلو متر. ولو المنحدر ده كان بيتبني بالحجر او الطين كان هيحتاج جهد ووقت اكبر من بناء الهرم نفسه. وفي تجربه فرنسيه شهيره حاولوا يجربوا سحب حجر وزنه من 2 ل 3 طن، وده وزن مش كبير بالنسبه لاحجار الهرم. ما تنسوش ان حجره الملك لوحدها فيها احجار بوزن 70 طن، ده غير انهم كانوا بيسحبوا الحجر على منحدر بدرجه ميل 25 درجه، وكانوا نازلين على المنحدر كمان مش طالعين لفوق. واكتشفوا ان 33 عامل بالكاد حركوا حجر مسافه 275 متر، وده كان خلال يوم كامل. طب ده حجر واحد، ايه رايك في 2.5 مليون حجر؟ واحدة من أعجب الحاجات في الهرم هي الفتحات الصغيرة اللي بتتجه للنجوم، واسمها الفتحات النجمية. وهي أكيد مش معمولة عشوائي، لا دي متجهة لنجوم معينة في السماء، نجوم مشهورة زي نجم الشعرة ونجوم حزام أوريون. والفتحات دي معمولة بزاوية دقيقة جدا، والزاوية دي لما تتقطع في حجر لازم تتكرر حرفيا في كل حجر وراه. يعني أول حجر يتقطع، بعدين اللي وراه في نفس الاتجاه، وبعدين يطلع بالاتجاه 40 درجة لفوق ويحافظ على نفس الزاوية ونفس المقاس لحد ما يوصل لمسافة 60 متر جوه. وده مش سهل خالص، ده محتاج دقة مفيش بعدها دقة، ومحتاج أدوات احنا لحد النهاردة مش قادرين نتخيلها. وكرروا نفس الخطوات دي 4 مرات في باقي الفتحات النجمية. ولما نتكلم عن الممر الهابط اللي جوه الهرم الأكبر المؤدي للغرفة السفلية فده لوحده حكاية. الممر ده طوله 100 متر و60 متر منهم محفورين جوه صخر الهضبة نفسها، واللي قدامنا ده هو ممر الهرم المنحني في دهشور، لكنه نفس الفكرة. ولو نزلنا لتحت شوية في الممر هيبدأ يبان الصخر بتاع الهضبة. والمشكلة دلوقتي إن الممر ده ضيق جدا، يعني العامل اللي بيحفر لازم ينزل على ركبه ويكسر في الصخر، ومفيش غيره يقدر يدخل المساحة الضيقة دي. والممر فيه انحناء بسيط جدا لدرجة ان كل 20 متر بتلاقي انحراف متر واحد بس. طب هو ازاي قدر يحافظ على الاستقامة دي وهو بيحفر حفر يدوي؟ ده غير ان المكان مظلم تماما. وهنا بقى بنسأل نفسنا هما ازاي كانوا شايفينه وهما بيشتغلوا؟ وطبعا الشمس مش هتوصل على العمق ده، وكمان مش هينفع يستعملوا مشاعل النار عشان الدخان اللي طالع منها هيسبب لهم اختناق. وفي ناس قالت ممكن يكونوا استخدموا المرايات العاكسة، بس لما تفكر فيها هتلاقي الفكرة مش منطقية. هو المراية هتعكس الضوء تمام، بس مفيش مراية بتعكس الضوء بنسبة 100%، فالضوء المنعكس مش هيكون قوي كفاية ومش هتوصل لاخر النفق. ده غير ان الاضاءة هتكون ورا العامل فمش هيشوف كويس. يعني عمليا فكرة المراية مش هتنفع. وفي الاغلب كان عندهم مصدر اضاءة تاني غير المرايات وغير النار، مصدر ثابت ومستقر. ومن هنا بتبدأ تفتح ابواب لنظريات كتير، ولحد النهاردة مفيش حد عنده اجابة اكيدة. نيجي بقى للمرحلة التانية وهي دقة تقطيع الأحجار. أحجار الهرم من الخارج مش مصقولة بدقة كبيرة، وده مقارنة بأحجار حجرة الملك. وطبعا ده شيء مقصود، لأن الأحجار دي بعد كده هتتغطى بكسوة خارجية من الأحجار البيضاء الملساء اللي جاية من محاجر ترى. والأحجار دي كانت بتعكس الشمس بشكل قوي لدرجة إن الهرم كان بيلمع زي المراية في وسط الصحراء. والرحالة القدامى وصفوا إنك كنت ممكن تشوف الأهرامات من على بعد أميال طويلة بسبب لمعانها. وللأسف معظم الأحجار دي اتسرقت أو اتكسرت مع مرور الزمن، وبقى الهرم اللي نعرفه النهارده بسطحه الخشن. والهرم الأكبر معمول من ملايين الأحجار، وكل حجر وزنه بالأطنان. بس اللي يجننك بقى إن الأحجار دي مقطوعة بشكل دقيق جدا، والفاصل بين الحجر والتاني أوقات بيكون أقل من 1 ملي. طب إزاي ده حصل؟ ولو الحجر ده مش مستقيم أو فيه بروز فالحجر اللي جنبه مش هيركب عليه بشكل دقيق. وده اللي طبيعي يحصل لما تقطع حجر قطع يدوي. يعني اللي قطع الأحجار دي كان عنده حاجة تقدر تساوي سطح الحجر بدقة هندسية وتقطعهم في فترة قليلة جدا. وده طبعا محتاج أدوات متطورة، ولازم تكون أدوات أقوى من الحجر نفسه. وساعتها ما كانش فيه ولا حديد ولا منشار كهربي على حسب اللي احنا عارفينه. والتحدي في هرم خفرع كان أصعب. تعالوا نبص على الهضبة نفسها. قبل ما يبنوا الهرم الهضبة ما كانتش متساوية، والجهة الغربية منها كانت أعلى من الجهة الشرقية. المهندسين قرروا يقطعوا في الصخر ذات نفسه بعمق 8 متر وبطول 220 متر، وده عشان يساووا الأرض ببعضها. والحجارة اللي اتقطعت من الأرض دي وزنها حوالي 90,000 طن، واستخدموا الأحجار دي في البناء. والمفاجأة إن وزن الحجر الواحد من الأحجار اللي اتنقلت من 10 ل 20 طن. طب ليه التعب ده كله؟ مكان ممكن يبني في مكان تاني أسهل ويكون على الهضبة برضه.
المنطق بيقول كده، لكن الواضح ان اختيار المكان كان بدقة شديدة لدرجة انهم فضلوا انهم يقطعوا الاف الاطنان على انهم يغيروا الموقع. فمعنى كده ان المكان نفسه مهم. وده ياخدنا لنقطة مهمة جدا خليني اقول لكم عليها. كان في مهندس مدني بلجيكي اسمه روبرت بوفال، وفي سنة 1982 راح زيارة للمتحف المصري في القاهرة، وهناك في احدى القاعات وقف قدام صورة كبيرة جدا متعلقة على الحيطة. كانت صورة جوية لأهرامات الجيزة متصورة من طيارة على ارتفاع حوالي 2 كيلو متر. وقف قدام الصورة وبدأ يتأمل فيها وسأل نفسه 3 أسئلة غيروا حياته. السؤال الأول، هما ليه 3 أهرامات؟ يعني ليه مش 2 أو 4 أو أكتر مثلا؟ المعروف إن الأهرامات دي اتبنت كمقابر لملوك الأسرة الرابعة، خوفو وخفرع ومنقورع، لكن في حاجة مش منطقية. ليه ابن خوفو الملك جدفرع ما بناش هرمه جنبهم في الجيزة؟ ده بناه بعيد عنهم ب10 كيلو متر في أبو رواش. ولو هي فعلا مقابر ليه العيلة متفرقة كده؟ والسؤال التاني، ليه هرم منقورع صغير جدا مقارنة بخوفو وخفرع؟ ارتفاعه 65 متر بس، يعني تقريبا نص حجمهم، والمؤرخين قالوا انه عمل كده كتوفير في التكاليف. لكن بوفال ما اقتنعش بالكلام ده، لانه مستخدم جرانيت احمر جاي من اسوان وفي كتل وزنها اكتر من 10 طن. يعني لو كان عايز يوفر كان بنى بالحجر الجيري اللي حوالين المكان، مش جرانيت غالي وصعب في النقل. والسؤال الثالث، هو ليه هرم منقورع مش على نفس الخط المستقيم بتاع الهرمين التانيين؟ يعني لو رسمت خط من مركز هرم خوفو لحد مركز هرم خفرع هتلاقي هرم منقورع مايل شويه ناحيه الشرق كانه محطوط غلط. وفي ناس قالت ان السبب جيولوجي وان الارض ما استحملتش البناء في الاتجاه ده، بس مفيش اي دليل علمي او جيولوجي بيثبت الكلام ده. والاسئله دي فضلت شاغله دماغه لسنين، وهو كمهندس حاسس ان التصميم ده مش عشوائي، وان ال3 اهرامات اتحطوا مع بعض في خطه موحده، مش واحد بنى هرم وبعدين اللي بعده قرر يبني جنبه. وفي ليله وهو في رحله سفاري مع اصحابه في قلب الصحراء، وكان ماشي مع واحد صاحبه بيحب الفلك، فصاحبه شاور له على مجموعه نجوم في السماء وقال له شايف ال3 نجوم دول مش على نفس الخط، والنجم الثالث مايل شويه ناحيه الشرق. بوفال بص للنجوم دي وخطرت في باله فكره غريبه، والنجوم دي هي نجوم حزام الجبار او حزام اوريون، وفي تطابق عجيب بينهم وبين الاهرامات، يعني نفس الترتيب ونفس الانحراف في النجم الثالث، وكمان نفس المسافات النسبيه بالظبط زي اهرامات الجيزه. وهنا بدأ بوفال يجمع الخيوط، مش بس ترتيب الاهرامات زي نجوم اوريون، لا ده حتى احجامهم متناسبه مع لمعان النجوم، وهو ده التصميم الموحد اللي كان بيدور عليه من زمان. والمصريين القدماء كانوا بيقدسوا حزام اوريون. ده معناه ان الاهرامات ما كانتش مشاريع منفصله، لا دي خطه هندسيه كبيره ومبنيه على عقيده سماويه وفلك متقدم جدا. ومن اول يوم كانوا ناويين يبنوا 3 اهرامات في اماكنهم دي كجزء من مشروع موحد، والتصميم اتعمل مره واحده والتنفيذ هو اللي خد سنين. لكن ان كل ملك يجي يبني هرمه على مزاجه فده مش حقيقي. طيب نروح لمشهد تاني. في حجر قدام الهرم طوله 12 متر ووزنه 110 طن، فالحجر ده لوحده يلغي فكره سحب الاحجار، ومن الواضح ان الوزن ما كانش عائق بالنسبه ليهم، بالعكس ده كأن نقل الاحجار الضخمه اسهل وبتوفر لهم في الوقت. وكمان هو استفاد من الجزء المرتفع من الهضبه في انه ينحت منها الصفوف السفليه من الهرم. هنا بقى هنتكلم عن تجارب اعاده البناء. في سنة 1978 اليابانيين قرروا يعملوا تجربة لبناء هرم صغير لكن بنفس الاسلوب القديم. اتفقوا مع الحكومة المصرية على بناء الهرم الصغير بجوار اهرامات الجيزة، ولما يخلصوا هيشيلوا الهرم ويرجعوا المنطقة زي ما كانت. عملوا دراساتهم، اختاروا الموقع المناسب وحسبوا عدد العمال، يعني حسبوا كل حاجة من قبل ما يبدأوا. كان المخطط في البداية ان الهرم يكون ارتفاعه 20 متر، وبعدين واجهتهم صعوبة كبيرة في تقطيع الاحجار وخدت منهم وقت كتير جدا، فعملوا تعديل في التصميم وخفضوا ارتفاع الهرم من 20 متر ل 10 متر، يعني نزلوه للنص. تاني تغيير كان انهم لغوا التقطيع اليدوي واستخدموا هيلتي في تقطيع الاحجار، وكمان واجهتهم مشكله في نقل الاحجار من محاجر ترى لهضبه الجيزه الناحيه التانيه، فاستعانوا ب100 عامل لنقل الاحجار على زحفات، والفكره فشلت والاحجار شبه ما اتحركتش من مكانها، ونقلوا الاحجار باستعمال شاحنات والمراكب. والخطوه الثالثه هي رص الاحجار، بنوا منحدر عشان يسحبوا الاحجار عليه، وطبعا عمليه السحب فشلت وجابوا اوناش لرفع الاحجار دي. وكمان في الاحجار العلويه استعانوا بطياره هليكوبتر عشان يرصوا الاحجار في مكانها. والجدير بالذكر ان هرم اليابان ما كانش فيه اي صخور جرانيتيه ولا ممرات ولا غرف ولا اي حاجه من اللي في هرم الجيزه، كان مجرد حجاره مرصوصه فوق بعضها. وهرم اليابان عباره عن 10 صفوف حجريه، اما هرم الجيزه فهو اكتر من 200 صف حجري. والمفروض ان ده اعاده تجربه بناء للهرم، بس بدل ما يثبتوا هو ازاي اتبنى اثبتوا انه مستحيل يتبني كده. بعدها جت تجربه نوفا بقياده الدكتور مارك لينر، واحد من اهم الباحثين في تاريخ الاهرامات، وعمل هرم صغير وبرضه استخدم ادوات حديثه عشان يخلص في الوقت المحدد. بس كل التجارب دي كانت دايما بتوصل لنفس النتيجه، مفيش ولا تجربه قدرت تعيد بناء حاجه حتى قريبه من الهرم الاكبر من غير ما تلجأ للتكنولوجيا الحديثة. طيب لو القدماء المصريين ما كانوش عندهم الادوات دي ازاي عملوا كده؟ هل فعلا كان عندهم علم ضاع ولا استخدموا نوع تاني من التكنولوجيا احنا مش عارفينه؟ وهنا هيظهر شخص هيخلينا نعيد التفكير في السؤال ده.
في اوائل القرن العشرين في امريكا ظهر شخص اسمه ادوارد لدسكالينين، وبنى منشأة حجرية اسمها كورال كاسل، وكان بيشتغل لوحده وحرك احجار وزنها اكتر من 23 طن، وده كله هو لوحده، والجيران ما كانوش سامعين اي صوت لمعدات نقل ولا شافوها. كان بيشتغل في صمت ومحدش فهم ازاي بيحرك الاحجار دي، ولما سئل ازاي قدر يعمل كل ده لوحده قال جملة في منتهى الغرابة: لقد اكتشفت اسرار بناء الاهرامات من قدماء المصريين، ان فهمنا الجديد لظاهرة المغناطيسية سيتيح لنا مستقبلا الغاء الجاذبية وجعل الحجارة الضخمة تطفو في الهواء. وهو ما صرحش باكتر من كده. وفي سنة 1951 مات ادوارد، ومات معاه سر البناء، بس المكان اللي بناه لسه موجود، والناس لحد النهارده مش عارفين يفسروا اللي حصل. ازاي شخص بشويه تروس حديد وسلاسل قدر يعمل كل ده؟ وادوارد لما اتكلم عن فكره المغناطيسيه كانت لسه في بداياتها، اما دلوقتي فليها تطبيقات اكتر بكتير. بس ايه فكره المغناطيسيه دي؟ فكره ليفيتيشن او الارتفاع في الهواء بتقوم على رفع الاجسام في الهواء باستخدام خواص المغناطيسيه. والجهاز اللي قدامنا ده مثلا لما بيتوصل بالكهرباء بيولد مجال مغناطيسي ممكن ترفع جسم من خلاله ويفضل متعلق ومتزن في الهواء. ومن اشهر تطبيقاته مثلا هي قطارات في الصين بتوصل سرعتها ل 500 كيلو متر باستخدام تكنولوجيا اسمها ماجليف او الرفع المغناطيسي. القطر ده ما بيلمسش القضبان وبيطفو فوقها. لو التكنولوجيا دي موجودة النهاردة، هل ممكن تكون كانت معروفة زمان بس بشكل مختلف؟ والهرم ده عشان يتصمم ويتبني أكيد جمعوا أنبغ العقول العلمية في مصر القديمة في مجالات الفلك والهندسة والجيولوجيا، ويمكن كمان علوم تانية احنا منعرفهاش. ولما تشوف دقة بناء الهرم والممرات اللي ماشية باستقامة والأبعاد اللي متناسقة مع النجوم ومساواة الأرضية الفظيعة، مش معقول كل ده يتعمل عشان يكون مجرد مقبرة ومفيش نقوش ولا مومياء ولا أي أدلة إن هو كان مقبرة أصلا. يمكن الهرم الأكبر يكون أكبر لغز في تاريخ البشرية، بس الأكيد إنه مش مجرد تلال من الحجارة، دي كانت تكنولوجيا وهندسة وعلوم، وإحنا لسه في أول السطر ولسه عندنا كتير نكتشفه قدام. وفي سنة 1974 كان في كيميائي فرنسي اسمه جوزيف دافيدوفيتس اتمكن من تطوير طريقة لصناعة الأحجار من خلال الكيمياء. وفي يوم كان قاعد مع صاحبه في متحف التاريخ الطبيعي في باريس، وهو بيبص على الصخور اللي حواليه خطرت له فكرة غريبة جدا. قال لو أنا دلوقتي عملت حجر صناعي ودفنته وبعد 3000 سنة حد لقاه، هل هيعرف ان هو مش طبيعي؟ صاحبه رد وقال له اكيد هيفتكروه جاي من محاجر اسوان او القاهرة. وفي اللحظة دي جه في باله فكرة مجنونة جدا: هل ممكن ان الفراعنة كانوا بيصنعوا الحجارة بدل ما ينحتوها؟ وجوزيف كان متخصص في الكيمياء واخترع تقنية اسمها الجيوبوليمر، ودي طريقة بتسمح بعمل حجر صناعي شبه الطبيعي لدرجة انك ما تقدرش تفرق ما بينهم. والفكرة ببساطة انهم بيجيبوا بودرة الحجر من المحاجر وبعدين يتم وضعه في قالب ويضيفوا عليها مواد موجودة في الطبيعة ويخلطوا كل ده مع بعضه بمية لحد ما يوصلوا للقوام المناسب، ويصبوا الخليط ده في قوالب خشبية ويسيبوها تنشف تماما، وبعدين يفكوا القالب فتلاقي قدامك حجر درجة التشابه بينه وبين الحجر الطبيعي قد تصل ل100%. هو شاف ان التقنية دي لو كانت موجودة زمان كانت هتحل مشاكل كبيرة، يعني بدل ما يقطعوا الحجر من الجبل وينقلوه ليه ما يصنعوش الحجر في مكانه، وبكده مش هيحتاجوا ينقلوا احجار ضخمة للهرم وهيصبوها في مكانها وخلاص. واول خطوه لجوزيف كانت ان هو ياخد عينات حقيقيه من الاهرامات، وبالتعاون مع عالم المصريات الفرنسي جان فيليب لاور حصل على قطعتين من الحجر الجيري، واحده من حجر الغلاف الخارجي لهرم الملك تيتي والتانيه من ممرات هرم خوفو. ولما حلل العينات ديت في معمل بالاشعه السينيه والميكروسكوب الالكتروني لقى مفاجآت غريبه: فقاقيع هواء صغيره جدا جوه الحجر، وكمان خيط من الالياف، والحاجات دي عمرها ما هتكون موجوده في حجر طبيعي جاي من محجر. وبالتالي دافيدوفيتس بدا يقتنع ان في جزء من الاهرامات ممكن يكون معمول من الاحجار الصناعيه، وهو رسم سيناريو متكامل. اول حاجه بعد فيضان النيل الطمي يسيب طبقات من بودره الحجر السهل استخدامها، والعمال يجمعوا البودره دي مع بعض ويحطوها في قوالب جنب موقع البناء ويضيفوا لها مواد موجوده في الطبيعه المصريه زي ملح النطرون والصودا الكاويه وملح كلوريد المغنيسيوم، وكمان الجير المذاب في الماء ومواد تانية غيرهم، وبيخلطوا كل ده مع بعضه وبيسيبوها تنشف تماما، وفي النهايه بيطلع لك بلوك جاهز للتركيب. وهو شاف ان العمليه دي كانت ممكن تبقى روتين يومي عند الفراعنه، وجوزيف ما اكتفاش بالنظريه وقال لازم اجرب. وبالفعل في سنه 2002 قرر يعمل تجربه حقيقيه في فرنسا، جاب بودره حجر جيري من محجر هناك وضاف المكونات اللي قلنا عليها، وبعدين صب الخلطه دي في قوالب، وفي خلال كام يوم بقى عنده بلوكات حجر وزنها 15 طن وبنفس صلابه الحجر الطبيعي. وبعت عينات من الحجاره دي لمعامل جيولوجيا مشهوره بس من غير ما يقول انها صناعيه، ونتيجه التحليل قالت ان الحجاره طبيعيه بنسبه 90% وفيها بس 10% اضافات صناعيه، وده كان دليل ان نظريه الاحجار المصنعه فيها نسبه من الصحه. وقد يكون الاهرامات استعمل في جزء منها احجار مصنعه، لكن بالطبع هي لا تسري على كل الاحجار. وكمان كان في مشكله ان هو كان بيعرض النتائج اللي بتتوافق مع فكرته وبيهمل الباقي. يعني مثلا
استند لدراسة اتعملت سنة 2012 على مغناطيسية الهرم، وفكرة المغناطيسية دي بكل بساطة إن الأهرامات لو مصنوعة ومصبوبة في مكانها فدايما مغناطيسيتها هتكون متوازية، لكن لو مقطوعة من المحاجر فمغناطيسيتها هتتغير. والدراسة دي كانت قايمة على 6 عينات، ولقوا إن 3 منهم مغناطيسيتهم متقاربة لبعض، وال3 التانيين مختلفين عن بعض، فبكده ال3 اللي زي بعض ممكن يكونوا أحجار صناعية، وال3 التانيين من المحاجر. والمشكلة بقى إن جوزيف في كتابه ذكر ال3 أحجار اللي مغناطيسيتهم متماثلة وأهمل الباقي. وبعدين كمان احجار الهرم مش كلها متساويه في المقاسات، ولو كانت مصبوبه في قوالب فكان لازم تكون متطابقه. ما هو اكيد مش معقول انهم عملوا قالب لكل حجر، لان صناعه ملايين البلوكات بقوالب خشبيه كانت هتحتاج كميه خشب ضخمه جدا، والكميه دي اصلا هتكون اكبر من موارد مصر من الخشب. يعني ما نقدرش نعمم الطريقه دي، وفي نفس الوقت ما نقدرش ننفيها. ممكن يكون جزء من الاهرامات مصبوب لكن مش كله. وجوزيف نفسه اعترف ان تقنيته مش ممكن تتطبق على الجرانيت، لان الجرانيت صلب جدا، وهو شايف ان الفراعنه كانوا بيستخدموا طرق تانية لتقطيعه ونقله. في بعض الناس حاولوا يفسروا الموضوع ده بفكره صهر الجرانيت بعدسات ضخمه بتركز حراره الشمس على الحجر، وبعدين يصبوا الجرانيت ده في قوالب. لكن التجارب اثبتت ان الجرانيت لما بيدوب بيتغير لونه وشكله، وده عكس اللي شايفينه في المسلات او التماثيل اللي لسه لحد دلوقتي ناعمه وبتلمع جدا. وفي نقطتين هنلاقيهم دايما في الاثار المصنوعه من الجرانيت بتنفي فكره الصهر. اول حاجه عدم التجانس في شكل ولون الحجر، يعني الحجر فيه اشكال والوان مختلفه، وده يثبت انه حجر طبيعي، لانه لو مصهور هيكون كله لون واحد. ثانيا عدم اكتمال اعمال النحت، والنقطتين دول دليلين كافيين انهم منحوتين مش مصهورين. وفي ناس قالت ان صناديق السرابيوم الضخمه اللي وزن الواحد فيها بيوصل ل 70 طن ممكن تكون مصبوبة زي الخرسانة، لكن مهندسين من شركة المقاولين العرب اللي اشتغلوا على ترميم السرابيوم 10 سنين أكدوا إن الصخور طبيعية، وإنه تم حفر الأنفاق في الجبل ذات نفسه. وكمان في صندوق موجود في وسط الممرات، وهو دليل على التوقف المفاجئ في أعمال السرابيوم، وهو أكبر دليل على عدم صحة فكرة الصب، لانه مش منطقي انهم يصبوا 70 طن في وسط الممر وبعدها يفكروا هينقلوه ازاي. ما كانوا يصبوه في مكان الصندوق النهائي وخلاص. فكده كل الاحجار الناريه زي حجر الجرانيت بيكونوا خارج فكره انها تكون مصنوعه. ولحد اللحظه دي باستثناء بعض احجار الاهرامات اللي اتكلمنا عليها مفيش اي تحليل معملي اتقدم بيثبت ان اي من التوابيت او المسلات او التماثيل تم عمله من احجار مصنعه. واتوقع كده فهمتوا بشكل اكبر فكره الاحجار المصنعه. طيب هل الاهرامات مقابر الملوك؟ يعني تفتكر جدودنا الفراعنة كانوا هينقلوا ملايين الأحجار بعضهم جاي من على بعد 1000 كيلو متر عشان بس يعملوا مقبرة؟ أكيد كان في دافع أقوى من كده، حاجة أكبر من مجرد مدفن ملكي. وعلماء المصريات بيقولوا إن الأهرامات كانت قبور للملوك، وإن روح الملك من خلالها بتسافر إلى إله الشمس رع في السماء. بس بالرغم إن النظرية ديت مشهورة جدا، لكن عمرها ما قدرت تجاوب على أسئلة كتير. يعني مثلا لو الأهرامات كانت قبور فعلا، ليه الملك سنفرو بنى 3 أهرامات ضخمة؟ والسؤال المطروح هو اتدفن في انهي واحد فيهم اصلا؟ وبعدين بص كده على تصميم الاهرامات من جوه، هل شكلها اصلا يناسب الانشطه الجنائزيه؟ فين مكان الصلاه؟ وفين الممرات اللي المفروض يتشال فيها الجثمان؟ ولو كانت مقابر فعلا، ليه مفيش اي نقوش جنائزيه على جدران اهرامات الجيزه او دهشور؟ خصوصا اننا بنتكلم على الاسره الرابعه اللي هي في عز مجد الحضاره. وعلى مدى 200 سنه من الحفريات والتنقيب في مصر مفيش ولا مومياء واحده اصليه اتلاقت جوه هرم. وكل ده بيخلينا نقف ونفكر، هو فعلا الاهرامات كانت مقابر للملوك ولا الموضوع اكبر من كده بكتير؟ والموضوع فيه علامات استفهام كتير. ولو كانت فعلا الاهرامات مقابر يبقى المفروض نلاقي 3 سمات واضحين. اولا اسم المتوفي منقوش بوضوح، ثانيا نلاقي المومياء الملكيه اللي بيكون الهرم معمول اصلا عشانها، تالت حاجه ان التصميم الداخلي يكون شبه تصميم المقبره. بس مفيش ولا حاجه من ال3 دول. طب ازاي؟ والهرم الاكبر مثلا اللي هو اضخم بناء حجري في التاريخ ما فيهوش اي نقوش خالص، ولا اسم ملك ولا نصوص جنائزيه. وكل اهرامات مصر اللي عددها بيزيد عن 120 هرم ليس بها اي نقوش تماما. طب ده سببه ايه؟ رد الاثريين بيكون ان الكتابه المصريه ما كانتش لسه اتطورت في الوقت ده، وان ده حصل بعد كده مع اهرامات الاسره السادسه. والكلام ده بيناقض الحقيقه، واحنا عندنا اكتر من اثر بيرجع للاسره الثالثه والرابعه وفيها نقوش كتيره، زي لوحه حسي رع طبيب اسنان بيعود للاسره الثالثه. واهم حاجه كمان هي صلايه مينا اللي بترجع للاسره الاولى، وواضح منها ان الكتابه ساعتها كانت واصله لمستوى كويس جدا. وفي ادله غيرهم كتير انهم كانوا يقدروا يكتبوا على الاهرامات. طب ليه ما عملوش كده الا لو كانوا اصلا مش مهتمين انهم يكتبوا حاجه؟ ثانيا لو كانت الاهرامات مقابر فلازم يكون فيها مومياوات ملكيه، لكن الحقيقه عكس كده. دكتور مارك لينر اشهر عالم في مجال الاهرامات بيقول ان كل الاهرامات المكتشفه في مصر اللي عددهم بيزيد عن 120 هرم زي ما قلنا، ما لقوش في ولا واحد منهم اي مومياوات لاصحاب الهرم. وحتى الهرم الاصغر للملك منقورع اللي دخله المستكشف هاورد فايس في القرن ال19 ملقاش جثمان الملك جواه،
لكن لقى جثة متحللة ترجع للأسرة 26، يعني بعد وفاة الملك ب2000 سنة. يعني بكده الهرم ده تم استخدامه بعدين بس مش اكتر. وهرم خفرع لما دخلوا بلزوني لقى فيه بقايا عظام في الناموس الجرانيتي، ولما بعتها تتحلل طلعت عظم طور مش انسان حتى. وفي هرم زوسر لقوا ما يقرب من 60 مومياء بس كلهم من العصر البطلمي، يعني بعد بناء الهرم ب 2400 سنة. طيب دلوقتي في ناس بتقول ان السبب وراء ان مفيش مومياوات في الاهرامات هي ان كل المومياوات دي اتسرقت في عصور الاضمحلال. وهو فعلا في اهرامات اتسرقت زي هرم منقورع اللي مثلا اتسرق منه التابوت بتاعه، لكن مش هو ده السبب ان مفيش مومياوات بداخل الاهرامات. وكمان احنا عندنا حالة مؤكدة لم يتم فيها سرقة الهرم، وفي سنة 1954 في منطقة سقارة كان الدكتور زكريا غنيم بيقوم بالتنقيب في هرم الملك سخم خت، ولحسن الحظ لقوا التابوت سليم ومقفول ومحدش فتحه قبل كده، وكمان موجود في غرفة كانت متقفلة ب3 حوائط، واستغرقوا ساعتين كاملين في فتح التابوت. بس المفاجأة انهم لما فتحوا التابوت لقوه فاضي تماما. طب هل ممكن التابوت ده كمان يكون اتسرق؟ وده اكيد شيء مستحيل، لان اللص مش هيهتم بعد سرقة المومياء بانه يبني 3 جدران ويقفل التابوت من تاني. والاكتشاف ده مهم جدا لانه بيرد على فكرة سرقة المومياوات، والفكرة اللي بتقول ان الاهرامات مجرد مقابر حبستنا في تفسير واحد لكل حاجة. اي حاجة نلاقيها جوه هرم تبقى تخص الدفن من غير ما نفكر في اي حاجة تانية. بس المشكلة بدأت لما بصينا على حالة الملك سنفرو. الراجل ده بنى 3 اهرامات ضخمة، هرم ميدوم والهرم المنحني والهرم الاحمر، وكلهم مبنيين على مدى زمني قريب. والسؤال هنا ليه ملك واحد محتاج ل3 مقابر؟ والرد الرسمي بيقول ان اول هرمين كانوا تجارب فاشلة، بس خلينا نمسكهم كده واحدة واحدة. هرم ميدوم اتبنى اصلا في عهد الملك حوني وسنفرو كمل من بعده، والهرم كان شبه جاهز، الكسوة الخارجية اتركبت والمعبد الجنائزي خلص ومائدة القرابين موجودة ومسقولة، يعني خلصان بنسبة كبيرة. وفجأة وقفوا شغل بدون اي تفسير، ودكتور زاهي حواس قال انهم واجهوا نقص في الحجارة فما استكملوش بناء الهرم. وده رأي غريب جدا الصراحة، لان المفروض انهم بيخططوا للمواد اللي هيحتاجوها من قبل ما يبدأوا، ولو خلصت كان ممكن يجيبوا من محاجر تانية، وخصوصا ان ده مشروع ضخم. ولم يستعمل الهرم كمقبرة، وسنفرو ما اتدفنش فيه ولا حتى والده الملك حوني اللي هو المؤسس الاصلي. سنفرو ساب كل ده وبدأ يبني الهرم المنحني في دهشور، وده واحد من اكبر الاهرامات في مصر، طوله حوالي 100 متر. واول ما الاوروبيين جم درسوه احتاروا هو ليه الهرم مايل وليه زاوية الميل بتاعته اتغيرت فجأة. فاقترح جون جارنر وهو واحد من علماء الاثار الانجليزي الكبار، وقال ان المهندسين غيروا زاوية البناء عشان يخلصوا بشكل اسرع، لانهم لو كملوا الهرم على نفس الزاوية الاصلية هيوصل ارتفاعه الى 130 متر، وخافوا ان الهرم ينهار لو كملوه بالارتفاع ده. فاحنا محتاجين نشوف الهرم المايل ده كمان غلطة ولا لا. اولا بافتراض ان هرم ميدوم الاول ده غلطة، فالمفروض يكون المهندسين اتعلموا منه وبقوا على درجة كبيرة من الحرص عشان ما يغلطوش تاني. لكن هل معقول يكونوا كرروا الغلط تاني؟ وهل الملك سنفرو كان جايب ناس مبتدئين يبنوا له الاهرامات بتاعته؟ ما اظنش الحقيقة. بس الغريب ان علامات انتهاء الهرم موجودة، الكسوة الخارجية متركبة والمعبد الجنائزي موجود. طب كل ده اتعمل ليه لو الهرم فشل؟ ده معناه ان سنفرو ما كانش متفاجئ بالزاوية ولا حاجة. وفي رأي تاني بيقول ان الهرم بدأ ينهار فقرروا يسيبوه ويبنوا غيره. بس في باحثين ايطاليين جم في الخمسينات ودرسوا الهرم وكتبوا انه في حالة ممتازة، ومؤخرا لجنة من مهندسين مصريين واجانب اكدت ان الهرم ثابت وامن، بدليل ان الهرم مفتوح للزيارة دلوقتي. طيب لو افترضنا ان الهرم فشل فعلا وقررنا نعمل هرم تاني غيره، مش المنطق بيقول اننا ناخد احجار الهرم ده ونبني بيها الهرم الجديد بدل ما اروح تاني للمحاجر واقطع حجارة جديدة ونضيع وقت ومجهود كبير؟ واحنا دايما بنقعد نتغنى بعبقرية بناة الاهرامات وقدراتهم، وفي نفس الوقت بنسيب لهم اعمال في منتهى الغباء. يعني نظرية ان الهرم فشل ملهاش دليل قوي، ومن الواضح انه تم تصميمه ليكون منحني من اول يوم، ومع ذلك لسه النظرية دي معتمدة لحد النهاردة. وكل ده ليه؟ عشان نحاول نحدد هرم واحد بس نقول ان هو القبر بتاع الملك سنفرو. لكن القصة لسه ما خلصتش. بعد الهرم المنحني سنفرو بنى الهرم الثالث اللي هو الهرم الاحمر، والمفترض يكونوا اتعلموا فيه من الاخطاء اللي قبل كده، ويبقى ده اول هرم كامل. بس تعالى نتخيل كده، لو الهرم ده اتبنى كقبر فعلا، هل التصميم بتاعه يناسب جنازة ملك؟ اول حاجة مدخل الهرم على ارتفاع 28 متر من الارض. طب ازاي هيطلعوا بالتابوت لفوق؟ لو افترضنا انهم بنوا سلالم مثلا، بعد كده اول ما يخشوا هيلاقوا ان الممر اللي جوه ضيق جدا وعرضه متر في متر، يعني اللي ماشي جواه لازم يحني ظهره طول الطريق، والممر ده بيعدي شخص واحد بس، وده اكيد هيكون حاجة صعبة جدا. الممر طوله 60 متر، وبسبب ان هو ضيق فمستحيل تشيل فيه تابوت الملك، وطريقة نزول التابوت لتحت هتكون اما بالسحب بحبل او يزحلقوه، وده اكيد حاجة لا تليق بملك. بعد ما التابوت بيوصل لاخر الممر بيكونوا موجودين في اول غرفة اللي سقفها معمول بطريقة متدرجة، وكانت غالبا لغرض حفظ الاساس الجنائزي. بعد كده تكمل على الغرفة التانية، بس هنا في مفاجأة، لازم ترفع التابوت 7 متر لفوق عشان توصله لغرفة الدفن،
والسلالم اللي قدامنا دي وزارة الآثار ضافتها قريب. طب هما ليه خلوا غرفة الدفن ارتفاعها عالي قوي كده؟ والأغرب إن مفيش جواها لا تابوت ولا نقوش، يعني مفيش أي دليل إن الهرم ده اتعمل عشان يكون قبر. وبعد تعب سنين وملايين الأطنان من الحجارة وبناء 3 أهرامات، سنفرو ما اتدفنش في ولا واحد منهم. وده كلام دكتور أحمد فخري بنفسه، بيقول: ولم يعثر على أي أثر يدل على استخدام هذا الهرم ليكون مدفنا ملكيا. وده يخلينا نسأل نفسنا من جديد، هل الأهرامات فعلا كانت مقابر ولا احنا بنفسر كل حاجة غلط من الأساس؟ ومن الدلائل اللي بيستند عليها أصحاب نظرية المقبرة هي متون الأهرام، وهي مجموعة من النصوص بتتكلم عن صعود الملك للسماء ليحيا في العالم الآخر. بس النصوص دي اتوجدت في 9 أهرامات بس من أصل 120 هرم، وال9 دول كانوا أهرامات صغيرة أو متوسطة كمان. وفي ناس بتقول إن الممرات الطويلة والمتشعبة جوه الهرم اتعملت عشان تضلل اللصوص. بس هل منطقي تبني مبنى ضخم يتشاف من على بعد 10 كيلو متر كأنك بتقول للصوص إن في ملك مدفون هنا، وبعدين تعمل جواه متاهة لتضليلهم؟ وكمان هم هيفضلوا تايهين قد إيه؟ ما في الآخر أكيد هيوصلوا، وإحنا بقينا في دوامة من التبريرات دي بقالنا 200 سنة. ولو بصينا على مدار التاريخ هنلاقي البلاد صرفت كتير على مشاريع طويلة المدى، مشاريع بتعود عليها بفايدة حقيقية. الصين مثلا بنوا سور الصين العظيم على مدار أكتر من 7 قرون، واللي هدفه كانت حماية الأراضي والشعب الصيني من الغارات. إنما إن دولة تجمع عشرات الآلاف من العمال وكل الموارد بتاعتها على مدار مئات السنين عشان بس يبنوا مبنى ضخم يستخدم ساعة واحدة ندفن فيه الملك ونقفله للأبد، ده أكيد مش حاجة منطقية. وبيثير التساؤل حول الوظيفة الأصلية للأهرامات. طب لو ما كانتش الأهرامات مقابر أمال كانت إيه؟ وده اللي هنجاوب عنه في الجزء الثاني.